السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هقدم لكم ستيك مقلي وستيك بالمشروم ومع مكرونه حمراء ويا رب تكون ان شاء الله طريقه خفيفه وسهله عليكم. تعالوا معانا نشوف الطريقه والمقادير. النهارده هنعمل يا حبايبي ستيك بالمشروم وستيك ساده، فتعالوا معانا نشوف الطريقه. طبعا انا معايا ستيك ده حسب الكميه اللي انت هتعمليها وحسب افراد اسرتك. طبعا زي ما انتم شايفين كده بيبقى شكلها كده ستيك بقري، ومعايا هنا كرفس متقطع صغير، ومعايا هنا مشروم، ومعايا بصل، ومعايا توم باودر نص معلقه، وبصل باودر ربع معلقه، ومعايا ملح، ومعايا روزماري، وهنا فلفل اسود عشان اجروشه، عشان هي بتبقى حلوه بالفلفل الاسود المجروش، ومعايا هنا صلصه ورشتر الخفيفه دي برضو مش عارفه شايفينها ولا لا، جميله جدا. فطبعا انا هقطع الاول الستيك كده. لو عندك المدق يبقى كويس، هقطعه بالطول بس مش هقطعه قوي يعني كده، بس امشي عليها السكينه زي ما انتم شايفين كده بالطول وبالعرض. لو انت مش عندك المدق ممكن تعملي كده، تدقيها بس شويه من الطرفين، من هنا ومن هنا، وبرده القطعه التخينه دي زي ما انتم شايفين كده. يعني انا ما بنزلش للاخر، انا بس بعمل فيها بس ايه حظوظ كده، اساس ان التتبيله اللي انا هتبلها دلوقتي تكون داخله فيها كلها. طبعا ده لازم يستوي على نار عاليه. طبعا في معلقتين زيت معايا، ممكن تعمليها بزبده وممكن تعمليها بزيت، انا هعملها بزيت. ما بحط زيت كتير لان انا طبعا مش عاوزه احمره تحمير كامل. هوريكم دلوقتي هنعمل فيه ايه. زي ما انتم شايفين كده مش للاخر، مش بعملها للاخر، انا بعملها بس يعني ايه يا دوبك بس عشان التتبيله تدخل فيها بس. انا طبعا عملت الباقي بس سبت كام واحده كده عشان اوريها لكم. متبقاش دقه جامده يعني، لو عندك المدق يبقى مفيش مشكله. خلاص انا عملت كده كله. هبدا ان انا هتبلهم بالملح والفلفل الاسود كده يا حبايبي كده. خلاص كده زي ما انتم شايفين عمل الفلفل الاسود عليها. وابدا اقلبه على الطرفين عشان اضمن ان الفلفل الاسود داخل في جميع النواحي هو والتتبيله كده زي ما انتم شايفين. هسيبها بس شويه كده وبعد كده هحط الزيت وارجع. يا حبايبي انا حطيت كده الستيك زي ما انتم شايفين، ومش هقلبه غير بعد 3-4 دقايق بس. بعد كده بقلبه على اليمه التانية. حبيت اوريكم الخطوه دي. انا مش حاطه طبعا زيت كتير، يعني ممكن حوالي بالظبط 3 أو 4 معالق زيت. يعني بسيبها كده شويه وبعد كده بقلبها على اليمه التانية، لان كتر التقليب مش كويس بالنسبه للستيك. كده زي ما انتم شايفين. كده يا حبايبي انا لسه ما قلبتهاش، انا لسه حبيت اوريكم. بتسيبيها كويس شويه كده عشان بس يعني ايه تتحمر من تحت ومن فوق. بتسيبيها بس بعد شويه، وبعد كده بتشيليهم من الزيت
او الزبده لو ممكن تعمليها بزبده برده او سمنه زي ما انت عاوزه. بس انا دايما بحب الحاجه اللي انا بعملها بتكون خفيفه. فانا هنقلها هنا وهكمل الكميه زي ما انتم شايفين وبعدين ارجع لكم تاني. حبيت اوريكم كده حبايبي ان انتوا ممكن تعملي برده قطعتين، ممكن برده حضرتك تعملي قطعتين مفيش اي مشاكل، عشان بس ما تقوليش لا ده هي عملت قطعه واحده انا هعمل قطعه. لا عادي حسب الطاسه وحسب قطع الستيك اللي انت هتعمليها. انا ما زودت الزيت ولا حاجه، هما نفس الاربع ملال اللي انا حطيتهم هما. وبعدين لما الاقيها كده مثلا ممكن اعملها كده على الجنب اللي هو ده، عشان دوت اللي هيقفل المسام ويخلي قطعه اللحمه تستوي من جوه. البخار والسخونيه بتاعتها هي اللي هتسويها زي ما انتم شايفين كده. حبيت اوريها لكم واكمل الباقي. وتقدميها بقى مع، ممكن تقدميها مع مكرونه حمراء وممكن تقدميها مع مكرونه بيضه بالصوص الابيض زي ما انت عاوزه. ممكن تقدميها مع بطاطس بس اللي يريحك. دي كده حبايبي اهي. حبيت انا كنت تجربه اللي هي السوا، فتحت قلبها اهو شفتوها. طبعا بعد 5 دقايق لما طلعت انا طلعتها مستويه. ممكن تتاكل كده وتتقدم كده عادي جدا مفيش اي مشكله. وممكن نعملها بقى بالمشروم زي ما احنا هنعمل، فهنعمل جزء كده وجزء كده. فحبيت اوريها لكم قبل ما اكمل الفيديو. دلوقتي يا جماعه احنا خلصنا كده الكميه اللي انا عملتها ستيك، وحطيت البصله كده مكان في نفس الطاسه اللي انا كنت بعمل فيها، فهحمرها لحد ما تاخد اللون الاحمر الحلو. واحط شويه حليب او شويه ميه زي ما انت عاوزه، او شوربه لو عندك شوربه. فهقلب فيها كده، وهنستعمل طبعا معلقتين دقيق برضو معاها او معلقه على حسب سمك الصوص اللي انت عاوزاه. هي طبعا خدت لون كده شويه اول ما حطيتها من مطرح الستيك لما كنت بحمره. متقوليش ان هي اتحمرت لسه، فانا هحمرها واوريكم لونها قبل ما احط الميه. انا كده حطيت معلقه دقيق واحده بحمرتها كده بحمرها مع البصل شويه كده، وبعد كده هنزل عليها بسم الله الرحمن الرحيم بالمشروم وبالكرفس اللي انا مقطعاه. احط الكرفس الاول وبعد كده احمره شويه معاها، وبعد كده احط المشروم. طبعا الكرفس كان في الفريزر، فهو اوريدي هيبقى يعني طري، يعني مش هيبقى بيقرمش كده، بس عشان يدي نكهه ويدي طعم كمان. هتبله شويه انت ممكن تعمليه ببصل بس، يعني بدل الكرفس والمشروم مفيش مشكله، بس بالبصل بقى بتقطعيه صغير تبشريه صغير، او ممكن تعمليه جوانح لو انت بتحبيه تشوفيه يعني في الاكل او تاكليه كده. ده اللي هو الصوص البني اللي بيبقى مع المشروم في المشروم والستيك. طبعا انت ممكن تعملي الستيك يا حبيبتي في طرق كتير جدا للستيك. ممكن بس تحمريه بس، ممكن تشويه، ممكن تعمليه بالزبده والثوم. بعد ما تحمريه كده تعملي زبده وثوم وبقدونس وشويه بهارات تحطيها عليه اللي انت بتحبيها، وشويه فلفل اسود وتفرميهم في المفرمه، وثوم مفروم طازه ثوم طازه وثوم تاني بودر، وتعمليهم في المفرمه. وبعد كده بعد ما يستوي وهو سخن بتحطيه عليها، بيتقدم معاها في ساعه التقديم بس، بيبقى جميل جدا برضه. نبقى نعمله لكم ان شاء الله مره تانية.
انا طبعا هقلب كده شويه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وبعد كده هحط المشروم. اهي يا حبايبي المشروم اهو، انا كنت مقطعاه برده، كنت جايباه فريش وقطعته حطيته في الفريزر اهو، يعني ما حطيتش كتير، شويه بس. هحمرهم شويه وبعد كده هنزل عليهم شوربه او ميه مفيش مشكله، وبعد كده كريمه لباني، او لو ما عندكيش كريمه لباني يبقى شويه حليب ومعاهم معلقه قشطه، بتيجي برده بالغرض مفيش مشاكل. فهحمرها كده وبعدين ارجع لك. انا طبعا هنا هنزل بنص كوبايه حليب مع شويه قشطه زي ما انتم شايفين كده. هقلبها كويس عشان بس اتحكم منها. وبعدين انا هنا يا حبايبي حطيت شويه شوربه برده حوالي نص كوبايه شوربه اهو. على فكره دي كرفس بس ورقه عشان ما تفتكروش ان هي حاجه، برده بتدي طعم جميل جدا. انا هحط دلوقتي كده صلصه الروشتري او الصويا صوص، حوالي معلقه كبيره او معلقتين كبار، بتدي برده طعم ونكهه جميله جدا للصوص. سيبه بس يغلي شويه، يتقل شويه، بس حاجات بسيطه. طبعا انتي بتكوني مظبطه الملح بتاعه، يعني كده طعمها تحفه جدا. ما تكتروش من الصويا من الصوص دوت علشان بيبقى حراق شويه. طبعا هو غلى اهو زي ما انتم شايفين، هبتدي ان انا انزل فيه الستيك. انا زي ما انا قلت لكم مش هعمله كله، هيسيبه شويه، هغطيها واسيبه شويه يستوي، هيشرب الستيك تشرب من الصوص اللي انا عملته وهوريه لكم. اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا عملتها اهو، بتتقدم بالشكل دوت. لو اللي هي معموله في الصوص بتاع المشروم والبصل. حوالي 10 دقايق تقريبا سبت الستيك اللي مستوي في المشروم 10 دقايق، وبعد كده غرفته زي ما انتم شايفين، وده الصوص بتاعه عشان اللي عاوز يزود معاه. وعملت مكرونه حمراء معاه، وممكن تعمليها مكرونه بيضاء مفيش مشكله على حسب الذوق العيله بتاعتك. وده الستيك اللي هو المقلي او المتحمر، وممكن تقدميها بالشكل دوت لو انت هتعمليه متحمر، او ممكن زي ما انت عاوزه في التقديم، ده حريه اختياريه لكل واحده فيكم. اتمنى ان هو يا رب يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوه وتقولوا لي رايكم ايه في طريقتي. وبألف هنا للي هياكل منه، وتفضلوا معانا الغدا. ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشتراك لقناه مطبخ ام كريم كوكي. ومع الف سلامه.